حطي توابل الفراخ على عجينة الكفتة وخدي أحلى طعم كفتة ما دقتوش في حياتك قبل كده. تعالى أقولك تعمليها ازاي. هاتي الأول الكفتة صبعيها وحمريها، طبعا بعد ما صبعناها وحمرناها جبت بصلاية متقطعة حمرتها في معلقة سمنة ونزلت عليها بعصير الطماطم وسبتهم يستوهم. بس ما اكدبش عليكم كانت الكفتة عندي قليلة، طب أعمل ايه عشان تكفي العدد؟ جبت بطاطستين قشرتهم وقطعتهم مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، وقطع عليهم 4 فصوص من التوم نيين كده. وبعد كده هجيب كيس شوربة، انا كان عندي شوربة في الفريزر، عندك بقى شوربة موجودة في التلاجة في الفريزر هجيبها برضو واركنها على جنب. احط بقى التوابل بتاعتنا على الصلصة اللي هي الملح وفلفل اسود وشوية كمون وشوية بابريكا ومعلقة من السكر علشان تسوي الكفتة وما تعملش حموضة معانا في الاكل. معلقة السكر ما بتعملش اي حموضة في اي طبيخ بصلصة. تمام. الكفتة هنزل كده على الصلصة بالكفتة والبطاطس وهسيبهم يستووا كده مع بعض على نار هادية. وزي ما بنقول الجود بالموجود. وطبعا علشان الكفتة ما كانتش هتكفي العدد فانا زي ما قلت لكم حطيت عليها مكعبات البطاطس، معلقة سمنة ومعلقة زيت وعليهم رز مغسول. نديلهم تقليبة كده على النار بشوية ملح ابيض، نحط عليهم مية مغلية ونسيبهم يستووا. شايفين الروعة والجمال؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك، صل على الرسول وقبروا خاطرنا بكلمتين حلوين، شاركوا الفيديو علشان الكل يستفيد وقولوا رأيكم في اللي بقدمه لكم. طبعا الكمية زي ما قلت لكم كانت قليلة فأنا حطيت البطاطس علشان تكفي العدد بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين مكعبات البطاطس؟ بجد يا جماعة الفكرة دي طلعت روعة وحلوة جدا وبجد وفت وكفت. وقولوا رأيكم في التعليقات ايه. وزي ما قلت لكم الجود بالموجود والرضا بالمقسوم والحمد لله. بصوا مش عايزة اقول لكم يعني انا ولادي اصلا مش قادرين يستنوا من كتر ما هم واقعين من الجوع، مش قادرين يستنوا اما اخلص التصوير. فبسم الله ما شاء الله يعني، فهم ما خلونيش ان انا حتى اصور وادوق كده لوحدي، لا لازم احنا كمان هندوق معاكي. فزي ما انتوا شايفين مش متحملين الجوع وريحة الكفتة قلبة الدنيا. الكفتة انا بفرمها عندي في الكبة، بغسل الرز كويس وبنعمه في الكبة. وبعدين اللحمة بكون فرماها وبفرم بصل وتوم والخضرة بتاعتي وكل المكونات دي كده في الكبة مع بعضها. وبعدين بحطها في التلاجة لحد ما تتسمغ شوية وبصبعها وبحمرها في زيت غزير زي ما انتوا شايفين. تمام كده. وزي ما انتوا شايفين حابين تحطوا عليها بطاطس، مش حابين برضو حسب ما انتوا عايزين تعملوها. بس بجد يا جماعة خطوة البطاطس دي خطوة جريئة وحلوة جدا ومشبعة. وقولوا رأيكم في التعليقات ايه. بصوا الحلاوة والجمال. بصوا مش عايزة اقول لكم بقى السوا بتاعها حلو جدا، والبطاطس مع الكفتة ريحتها قلب الدنيا وطعمها خطير. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الحلاوة والجمال؟ وشوية البابريكا اللي احنا حطيناهم ادولها لون حلو جدا. إيه مكة بنتي بتقول لكم